السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وليد زايد، وفيديو النهاردة عن تجميعة طلبت مني كتير جدا، وهي تجميعة تقدر تشغل كل ألعاب 2024. لا ومش بس كده، دي كمان تكون قابلة للتطوير، وفي نفس الوقت لما أجي أطور أي حاجة فيها ما الاقيش نفسي محتاج إن أنا أغير منصة كاملة. وخلونا نبدأ بأول حاجة معانا وهي المذر بورد. والمذر بورد اللي أنا اخترتها النهاردة اللي هي ال A320، واللي بتيجي بسوكت ال AM4، واللي هيدعم معانا لحد جيل ال 5000 من رايزن. والبوردة هنا معانا بتيجي برامات DDR4، تدعم رامات لحد 3200 ميجا هرتز، وكمان بتيجي بمنفذ M.2 اللي ممكن نركب فيه SSD M.2 او NVMe في المستقبل. وسعرها في الوقت الحالي حوالي 2400 جنيه، وموجوده على الماركت بليس سواء في الفيسبوك او على اوليكس. تاني حاجه معانا النهارده وهي البروسيسور. والبروسيسور اللي انا اخترته النهارده هو رايزن 3 3200G. بروسيسور بيجي باربع انويه واربع مسارات، وبيجي بسرعه 3.6 جيجا هرتز، وبيوصل في البوست ل 4 جيجا هرتز، وبيدعم رامات لحد 2933 ميجا هرتز، وبيجي بكارت شاشه داخلي 1 جيجا وربع، وبيوصل لحد 2 جيجا مع رامات، وبيدعم الدايركت اكس 12، ويقدر يشغل لك كل الالعاب لحد 2024 وبفريمات كويسه زي ما هنشوف في اخر الفيديو. والبروسيسور هنا سعره بيتراوح ما بين 1700 جنيه ل 2000 جنيه. ناس كتير جدا عارضاه ب 1700 جنيه، وفي ناس بتتكلم في 2000 و2200، وانت كده في تفاوت في الاسعار. فانت حاول تفاصل وحاول توصل للسعر الكويس. السعر الكويس للبروسيسور ده في رينج 1700 جنيه ل 1900 جنيه. وثالث حاجه معانا في التجميع النهارده وهي الرامات. وهنا انا اخترت رامات 8 جيجا DDR4 باص 3000، واللي معروض على الماركت بليس ب 700 جنيه. في ناس عارضه ال 16 جيجا الاثنين في 8 ب 1150 جنيه. وانت وشطارتك، انت على حسب ما هتقعد تدور وهتحاول تجيب حاجه احسن، تحاول تجيب سعر كويس. هو محتاج بس الموضوع انك انت تدور كويس. في نفس الوقت لو لقيت حد عارض حاجه بسعر، تبدا تبص على السعر ده، هل السعر ده طبيعي ولا السعر ده مبالغ فيه. والمهم في الاخر انك توصل لسعر كويس في القطعه دي. ونيجي لرابع حاجه معانا في التجميع النهارده وهي الهارد. وهنا هناخد اي هارد 500 جيجا ب 300 جنيه، هيكون كفايه جدا على التجميع بتاعت النهارده عشان ما نعليش البادجت بتاع التجميع. ولو عندك هارد في تجميعه قديمه او هارد في كيسه قديمه موجود، يبقى وفرت على نفسك 300 جنيه وتحطهم في حاجه تاني في التجميع هتستفيد بيهم. وبعد كده هندخل على الباور سبلاي، وهناخد اي باور سبلاي من 350 واط ل 400 واط، لان التجميع اللي معانا النهارده مش محتاجه اكتر من كده. يمكن 350 واط كمان كتير عليه، بس احنا بنأمن نفسنا برضو ب 350 او 400 واط عشان لو احتاجنا بعد كده نجيب كارت شاشه ما نقابلش مشكله في الباور سبلاي ونضطر ان احنا نغير الباور سبلاي، هنحتاج باور سبلاي اعلى. ف 350 واط او 400 واط هم كفايه جدا ويقدروا يشغلوا كروت شاشه بعد كده. والباور سبلاي 350 واط هتلاقي سعره في حدود 300 جنيه، مش هتلاقيه كتير. بس حاول تجيب براند كويس، براند معروف زي ديل او HP، اي براند يكون معروف علشان تبقى محافظ على القطعه نفسها. وبالنسبه للكيس هناخد اي كيسه من الكيسات القديمه، ودي هتلاقيها بحوالي 150 جنيه، لانها مش هتفرق معانا في اداء التجميعه، مجرد اننا هنجمع فيها القطع اللي معانا عشان نحافظ عليها، ومش هتفرق معانا في اي اداء في التجميع نهائي. وممكن نوفر سعر الكيسه كمان ونحط التجميعه دي في كرتونه البورده، او نحطها على المكتب جنب الشاشه، بس نحافظ عليها ان ما يجيش عليها ميه او في حاجه تقع عليها او الكلام ده. كده يكون سعر التجميعه اللي معانا النهارده 5500 جنيه. وممكن بقى انت تروق على التجميعه كده بهارد SSD ب 400 جنيه 120 جيجا، هيفرق معاك جامد جدا في الاداء، وهينقل التجميعه دي في حته ثانيه. يلا بينا نشوف اختبارات الالعاب على التجميعه بتاعت النهارده، ونشوف البروسيسور كارت الشاشه الداخلي هيبقى اداؤه ايه معانا في الالعاب النهارده. اهم حاجه لو اول مره بتشوفنا على اليوتيوب ما تنساش تشترك معانا في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات. ولو عايز اي تجميعه ما تنساش تكتب لي في التعليقات، ولو عندك اي استفسار برضه اكتب لي في التعليقات وانا ارد عليك على طول. ويلا بينا.